السلام عليكم ومرحبا بكم مشهيوات سكران. نتمنى تدعموا القناه بالضغط على ابوني. اليوم غنتعلموا من عند ماما الدجاج بالطريقه ديالها. غنحتاجوا الدجاج. هنا عندنا الدجاجه مقطعه تقريبا دجاجه وشي حاجه ياك دجاجه. هنايا في صوص الثوم شي 4 صغار. هنا نص معلقه ديال الهريسه ياك، نص معلقه السمن، معلقه عامره ديال السكينجبير، وهنا نص معلقه ديال البزار صغيره. ماشي بغربه حيت غنعاودو المقادير ان شاء الله. وهنايا ربع معلقه صغيره ديال الخرقوم، اللب ديال الحامض، قشور الحامض، وضامه زعفران. وغديري الربيع. الربيع ان شاء الله. تمام. كيجي زوين. كتضيفوا شنو كنضيفوا؟ المطارد. الربيع المطارد قلتي لي حنا ما درناش هنايا، خصك تضيفوا المطارد. هنا عندنا الربيع. شحال تكون هنا؟ شي 3 معالق كبار ديال الربيع. مع جوج. صافي كندير هاد المقادير اللي انت قلتي لي. شحال ندير هاد كاس الماء صغيور هذا؟ الزيت ما كديريش؟ لا الزيت حتى الغد ان شاء الله. نبغيو دابا باش مرقد هاد الدجاج عيبات مرقد ان شاء الله. نديرو الخرقوم والثومه. صافي دابا غادي نرقدو الدجاج ديالنا. خلطوا العطريه خلطها بنتي. هنا غنخلطوا العطريه ديالنا. طامه الزعفران مع السم. صافي وغادي نخلطوا الدجاج ديالنا مزيان هنايا بشوي بالطرف بالطرف حتى يشرب لينا هاد العطريه، ونخليوها تبات حتى لغد ان شاء الله. انا غادي ضفنا شويه الملحه حيت نسيناها. بالنسبه للبلاصه اللي فيها الجلده نحلوا الجلده باش ندخلوا فيها العطريه ديالنا. المهم العطريه ديالنا خصها تجي داخله في الدجاج. وصافي غادي نخليو هذا، غادي نغطيوه بالسلوفان الدجاج ديالنا كامل اللي رقدنا، وغنديروه في الثلاجه يبات ليله كامله ترغد ليه في الصباح ان شاء الله. الدجاج ديالنا بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه بالعطريه ديالو غنزيدو بالسيبيسه وقاقلنا. قال اكثر من السيبيسه. قاقلنا اكثر من السيبيسه. واش من باش عطاش المروه نديرو راس معلقه. ما تعطاش المروه. وهنا هاي البصله ديالنا كتقلى. دابا غنضيفو فوق منها الدجاج. غنزيدو شويه العطريه شويه 4 نزيدو قالت لك العطريه ربع من الحاجه. ربع سكينجبير، بزار، خرقوم. لا بزار لا. سكينجبير والخرقوم. الهريسه بزار نديرو غير راس معلقه شويه ماشي بزاف. هنا كنحطو في الدجاج ديالنا. بعدا غنضيفو شويه من العطريه، ما نضيفوش بزاف. هنا غنضيف واحد نص كاس تاع الماء. هنا شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير. صافي هادو 3 المكونات اللي كنضيفو، ومعلقه تاع السمن. راس معلقه تاع السمن حيت درناه ديجا في الدجاج باش رقدناه. هنا غنضيفو الماء بحال غادي نغطيو تقريبا الدجاج. وغنخليو دابا في الطنجره يطيب على خاطرو بشويه لابوطه شويه مهيله ماشي بزاف. بالنسبه للطنجره قالت لك ماما ما تسدوش الغلاقه، نديروا لها بحال هاد اللعيبه بالعود باش ما يتفرقعش الدجاج يبقى مقاد. بالنسبه للملون راه نسينا ما ضفناش. كتضيفوا ساشيه ولا هاد القريعه هادي كتضيفوا غير شويه باش يعطي اللون. ها هو الدجاج ديالنا بعد ما طاب كنصفيو في الصفايه باش يتسخطر من المرقه. كناخذوا باش غنحمروه غنديروا الهريسه والزبده. غنشدوا الهريسه والزبده غادي نديروها في هذاك الدجاج ديالنا، غنمرمدوه فيها مزيان وغندخلوها للفران تحمر. وبالنسبه للمرقه ديالنا مره كنبقاو نحركوها باش ما تلصقش وفي نفس الوقت كتشرب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديال ماما بالصحه والراحه.